اخر اخبار الميركاتو الشتوي، برشلونة يتفق مع مانشستر يونايتد للتعاقد مع ماركوس راشفورد على سبيل الاعارة، لكن النادي الكتالوني بحاجة لبيع او اعارة لاعب من اجل اكمال الصفقة، والاقرب هو خروج إيريك غارسيا على سبيل الاعارة لجيرونا او لفريق كومو الايطالي. واخيرا مانشستر سيتي يعلن رسميا عن التعاقد مع عبد القادر خوزانوف وفيتور ريس، والاعلان الرسمي عن صفقة عمر مرموش سيكون في الايام القادمة. باريس سان جيرمان غير مهتم بالتعاقد مع محمد صلاح، النادي الوحيد الذي يرغب حاليا بالتعاقد مع النجم المصري هو الهلال السعودي. تشيلسي يتعاقد رسميا مع المدافع مامادو سار من ستراسبورغ وسينضم للبلوز ابتداء من الموسم المقبل. استون فيلا يعلن رسميا عن تعاقده مع الظهير الاسباني اندريس غارسيا من ليفانتي مقابل 7 مليون يورو. نادي انتر ميلان مهتم بالتعاقد مع النجم السنغالي ولاعب النصر السعودي ساديو ماني. بايرن ميونخ يتعاقد رسميا مع لاعب هوفنهايم توم بيشوف وسينضم للفريق البافاري ابتداء من الموسم المقبل. نادي زينيت الروسي يتعاقد رسميا مع اللاعب البرازيلي لويس هنريكي من بوتافوغو مقابل 33 مليون يورو. اللاعب الايفواري ماكسويل كورنيه يغادر رسميا ويست هام وينتقل الى جنوة الايطالي على سبيل الاعارة. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.